كريستيانو سد الحارس وسجل كواريزما جول البرتغال في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة. يا له من سيناريو ويا له من مباراة ويا له من هدف. ريكاردو أندري كواريزما برناردو صاحب أجمل ترافيلا في تاريخ كرة القدم. في يوم من الأيام كان الأكتر موهبة، كان الحصان اللي البرتغال كلها رهنت إنه هيكسبها. بالفعل فضلته أغلب الأندية على رونالدو نفسه. بس السؤال، إزاي رونالدو عمل المسيرة المرعبة دي وهو فضل مكانه؟ يوم 26 سبتمبر سنة 1983 في الجمهورية البرتغالية وبالتحديد مدينة لشبونة اتولد ريكاردو كواريزما وسط أسرة فقيرة وبسيطة من أب هندي مغترب وأم رومانية غجرية، وكان الابن التاني بعد أخوه الأكبر. كبر كواريزما في شوارع لشبونة وملاعبها، وظروف نشأته الصعبة صنعت منه طفل متمرد وصلب. قدر يتغلب على العنصرية المباشرة اللي كان بيواجهها من كل اللي حواليه بسبب جنسية أبوه الغير أوروبي وأصول أمه الغجرية، لحد ما وصل لسن 11 سنة وبالتحديد سنة 1994. هنا نادي سبورتنج لشبونة قرر يضمه الفريق الناشئين عشان يتحول لأهم موهبة في البرتغال. وحتى بعد ظهور كريستيانو رونالدو في الصورة، قدر كواريزما يكون أهم لاعب في جيله والأكثر شعبية، بالأخص لما اختاروه للمشاركة مع منتخب البرتغال لأول مرة وفاز معاهم ببطولة أوروبا تحت 17 سنة. وقتها اتصعد من الفريق ب للفريق الأول لنادي لشبونة سنة 2001. وفي الموسم ده ظهرت موهبته المميزة وبدأ الإعلام يردد ان ده مش مجرد ناشئ عادي، واطلقوا عليه لقب فيجو الجديد. والشعب كله بقى مستني البطل اللي هيحقق ليهم الامجاد. في الموسم ده لعب كواريزما 36 مباراة